عمرك فكرت ان اللعبة اللي انت بتلعبها كل يوم ممكن يكون وراها قصة نجاح كبيرة جدا وجنون عبقري؟ لعبة بابجي اللي خلت ملايين الناس حول العالم يفضلوا قاعدين بالساعات قدام الموبايل، وخلت ناس تبني شهرة واسعة جدا بسببها، وناس تانية جمعت فلوس بالملايين من وراها، وبقت اللعبة رقم 1 عالميا بلا منافس. بس السؤال هنا، ازاي بدأت اللعبة دي؟ ومين اللي اخترعها؟ وليه اصلا اخترعها؟ تعالوا معانا النهاردة في رحلة في الماضي القريب نحكي فيها حكاية لعبة من اعظم لعب التاريخ، وهي حكاية اختراع بابجي. القصة بدأت سنة 2017 لما واحد اسمه بريندان جرين مطور ألعاب أيرلندي قرر يغير شكل ألعاب القتال للأبد. الراجل ده ما كانش شغال في شركة كبيرة ولا معاه فريق ضخم ولا حاجة، لا، كان مجرد مطور ألعاب مستقل بيحب ألعاب الحرب والتكتيك. الفكرة جات له لما كان بيلعب ألعاب زي دي زد وأرما 2 وكونتر سترايك وحاجات زي كده، وقال لنفسه ليه ما نعملش لعبة فيها 100 لاعب بينزلوا كلهم في خريطة واحدة وكل واحد يقاتل علشان يكون آخر واحد عايش. ومن هنا بدأت فكرة لعبة بابجي. قبل بابجي كان في العاب بتقدم فكره البقاء والحروب دي زي لعبه فورتنايت وكول اوف ديوتي وكونتر سترايك ومودرن سترايك، بس كلها كانت بدائيه شويه والتحكم كان صعب والرسومات ما كانتش قد كده يعني، والتجربه نفسها كانت ناقصه، لحد ما جه جرين وقرر يعمل لعبه ويجمع فيها كل مميزات الالعاب دي ويضيف كمان فيها مميزات ويحطها في لعبه واحده كامله متكامله. ومن هنا طلعت بابجي للنور. برايندان جرين الراجل اللي اتعرف بعد كده بلقب بلاير انون، واللي هو اسم كان بيستخدموه دايما في الالعاب الاونلاين، بدا التعاون مع شركه كوريه كبيره اسمها بلو هول ستوديو. الشركه دي كانت شايفه في فكر الراجل ده حاجه مختلفه، فكره ممكن تغير شكل الالعاب الاونلاين بالكامل. وفعلا بعد شهور من التطور والتجارب اطلقوا لعبه رسميا في 23 مارس سنه 2017، وكان اسمها الكامل بلاير انون ذا باتل جراوندز، يعني بالعربي ساحات معارك اللاعب المجهول. وده لان محدش هيعرف فيها مين هيكسب في النهايه، الكل داخل مجهول والمصير في ايده هو. اللعبه اول ما نزلت على الكمبيوتر عملت دوشه ودربكه عالميا بكل معنى الكلمه، وفي خلال اسابيع قليله بس كانت الترند رقم 1 على منصه ستيم. منصه ستيم دي من اكبر المنصات العالميه للالعاب الاونلاين، الناس كانت بتلعب فيها باعداد مجنونه لدرجه ان السيرفرات ما كانتش قادره تستوعب الكم ده كله من اللعيبه على لعبه واحده. تخيل انها وصلت الرقم ان في 3 مليون لاعب متصلين في نفس الوقت، وده رقم في العاب الاونلاين هو رقم اعجازي، وما كانش في اي لعبه في التاريخ تحلم تجيب نصه. حتى اليوتيوبرز بقى والتويتشر اتجننوا عليها، الفيديوهات عنها كانت في كل مكان، وكل الناس بدات تستخدم كلمات جديده دخلت قاموس الالعاب وقتها واللي كانت مربوطه ببابجي زي اللوت والدروب والبوش والسكواد والحاجات دي. بمعنى ان بابجي ما كانتش مجرد لعبه، دي عملت ثقافه جديده في عالم الالعاب والجيمرز. بعد النجاح الجنوني اللي حققته اللعبة على الكمبيوتر، فريق التطوير وقف وسأل نفسه سؤال بسيط بس عبقري، ليه نحصرها على الكمبيوتر بس؟ ليه ما نخليش اي حد يقدر يلعب اللعبة دي من على تليفونه؟ وفعلا في سنة 2018 تم التعاون بين شركة بلو هول الكورية وشركة تنسنت جيمز الصينية، ودي واحدة من اكبر شركات الالعاب في العالم، عشان يقدموا النسخة اللي غيرت كل حاجة من وقتها، بابجي موبايل. ومن هنا بدأت الثورة الحقيقية، اللعبة بقت في كل مكان، في كل بيت وكل مدرسة وكل شارع، حتى في المواصلات اي حد معاه موبايل بنسبه كبيره جدا هيكون معاه لعبه بابجي. الاهالي بقوا حافظين الاسم والاطفال بقوا عايشين جواها وكل الناس بقت شبه عارفاها. شركه تنسنت اشتغلت على تطوير اللعبه بشكل مرعب وزودوا خرائط جديده، والجرافيك كان مناسب جدا بيناسب الموبايلات من اول الفئه المتوسطه لحد العالي جدا، وعلى حسب موبايلك هتقدر تظبط الجرافيك بتاعك، وخلوها خفيفه علشان تقدر تشتغل على اغلب الاجهزه. وكمان بعديها طلعوا منها نسخ مختلفه زي بابجي لايت، ودي اللي حلت مشكله اللي هي الاجهزه الضعيفه جدا، عملوا لها بابجي لايت دي مخصوص عشان تقدر تنزل عليها، علشان يقدروا بيها يضموا اكبر نسبه من سوق الالعاب، والناس تقدر تلعب بابجي على اي موبايل ممكن. هو بس كان ناقص ينزلوا بابجي دي على موبايل بزراير وكده يكونوا قفلوا السوق كله. وكمان عملوا بابجي نيو ستيت، ودي كانت بجرافيك متطور جدا وتقنيات حديثه قوي. وكمان عملوا نسخ تانية مخصوصه لدول زي الهند واليابان وفيتنام، كان ليهم نسخ مخصوصه خاصه بيهم هم غير بابجي العالميه. وبعدين بقى اللعبه خرجت بره الصندوق وبقت تفكر خارج مجال الالعاب اصلا، بحيث ان هي حبت تسلي الناس وعملت لهم رياضه الكترونيه حقيقيه، بطولات عالميه بجوائز بالملايين، فرق محترفه ومدربين واستراتيجيات زيها زي الكوره بالظبط، عملوها انها رياضه حقيقيه، والناس بقت بتتابع البث المباشر للمباريات دي. وفي ناس فعلا غيرت حياتها بسبب بابجي، لاعبين وصلوا من لا شيء وبقوا مشاهير
وبيكسبوا الافات الدولارات شهريا. يعني ببساطة كده بابجي دي نقلت الالعاب من الهواية لشغل وشهرة ورياضة وفلوس وللعالمية. النهارده بابجي بقت اكتر من مجرد لعبه، بقت عالم كامل فيه خرايط كتير زي رانجل وميرامار وسانهوك وليفيك وساحات، وحاليا بقى فيه مود واو، واللي فيها بابجي فتحت الباب للاعبين نفسهم ان هم يعملوا مود على مزاجهم الخاص. ودي حاجه قويه جدا وفكره حلوه قوي ان هي خلت الناس اللي بتلعب هم اللي يختاروا الخريطه واللعبه والمود اللي هم عاوزينه ويعملوه. وعملت شراكات كتير مع افلام وشخصيات مشهوره، وعملت فعاليات ضخمه بتحصل كل موسم. وبالرغم ان في العاب كتير نزلت بعديها زي مواسم من فورتنايت الجديده وكول اوف ديوتي على الموبايل، ولكن بابجي لسه محافظه على جمهورها الكبير وشهرتها الواسعه، ولسه اسمها مرتبط بكلمه البقاء للاقوى. في النهاية أنا واحد كنت بلعب بابجي من سنة 2018 من أول ما نزلت، من حوالي السيزون التاني أو التالت، وكنت عارف المتعة بتاعتها عاملة إزاي. بس حاليا اللعبة اختلفت كتير عن زمان. هو صحيح شعبيتها زي ما هي لحد ما، ولكن المتعة بتاعت زمان ما بقتش زي دلوقتي. الفرحة لما يكون واحد معاه سكن أو لبس جديد بيجيبه بعد شقاء وعافية كانت كبيرة جدا. بس حاليا الحاجات دي بقت سهلة تتجاب، والسكنات بقت كتيرة وفي كل مكان حتى من غير ما تشحن، وكمان اللبس ما بقاش فيه أكتر منه. فالفكرة هنا ان احنا كل ما بقى سهل ان احنا نجيب الحاجات المتعة بتقل. يعني انا افتكر زمان لما كنا بنشوف حد شاحن او الاربي بتاعه بينور كنا بنفكره هاكر حرفيا، وكنا بنخاف جدا من الشخص اللي بيبقى لابس لبسة الديب دي. وفاكر كمان لما كنا بنبقى 100 واحد في الطيارة كان حوالي 80 واحد منهم بينزل بوشينكي او الحاويات، ودول كان بينزلوا بمبدأ الجرأة حلوة مفيش كلام. فالعدد ده كله كان بينزل في بوشينكي او الحاويات لان ما كانش المدن والامواد الجديده اللي موجوده دلوقتي منتشره قوي، وكان اكتر لوت مش بيبقى في المدن زي دلوقتي، لا كان بيبقى في الحاويات او بوشينكي او المطار اللي هي الحتت المشهوره دي. فكانت ايام جميله والله. ولو انت بتلعب بابجي حديثا يعني ما عاصرتش الجيل القديم ده فانت فاتك فعلا متعه كبيره جدا، ولكن كانت بسيطه، كانت حلاوتها في بساطتها، وفي نفس الوقت ما فيهاش زخارف كتير ودوشه كده في كل مكان. انا دلوقتي لما بلعب بابجي بتوه من كتر الحاجات اللي موجوده. وبكده دي تكون نهايه حكايه اللعبه اللي بدات بفكره مجنونه في دماغ شخص واحد وبقت ظاهره غيرت صناعه الالعاب في العالم كله. قولنا بقى في الكومنتات تحبوا نحكي عن اختراع ايه في الفيديو الجاي، وشير الفيديو ده بقى مع صاحبك المعتق ابو قديمه اللي كان بيلعب اللعبه في مجدها. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل حكايه الاختراعات الجديده.